ولسه مكملين معاكم ورجعنا لكم بعد ما ايهاب اخذ الكاست الجميل والوقت بتاعه مع محمود منير. وايهاب لتاني مره بيغلط، مش عارف بقى معاه بيغلط ليه يعني. مش عارف يا جماعه. وانت شايف المهندس بيشاور لك لا اتكلم. محمود جنني. محمود جنني. بس انا عايز اقول لكم بس حاجه دلوقتي. معانا شيف جامد جدا، معانا شيف رهيب، شيف خطير. هي دي المفاجاه اللي انا قلت عليها. الشيف الجميل الجريل اللي بياكلنا منه كل يوم، الشيف مصطفى فور سيزون. ازيك يا شيف؟ الحمد لله تمام، وانت عاملين ايه؟ طبعا قصه الفور سيزون دي طبعا شغال في فور سيزون، ده الطبيعي بتاعك وده اقل حاجه عندك يا شيف، مش عايزين ننفخ فيك بس. طب يا شيف عرفنا بنفسك. والله معاكم مصطفى اسامه، شيف في الفور سيزون شرم الشيخ. كام سنه يا شيف؟ انا 21 سنه. ودي مفاجاه، 21 سنه. ومن النهارده هنقول من اكتشافات الشيف مصطفى اللي هو بيحب ياكلها لنا ومش عايز ياكلها لي لحد دلوقتي، مش عايز يقول لي الوصفه بتاعتها. هيقول لنا التشيكن ستروبري، فراخ بالفراوله. ايه يا شيف؟ دي اكله جديده انا اخترعتها عشان كنا بنغير منيو في الفور سيزون وكده، بس يا رب تعملوها وتعجبكم. هي عباره عن صدور فراخ فيليه زي ما هي سليمه. مخليه ولا سليمه؟ مخليه. مخليه يا دوبك تتسلق في حاجه اسمها بوكيه جارنيه اللي هي كرفس وكرات ولورا وملح وفلفل وجزر وبصل. انت ممكن بس تقولي بس عشان المعد يكتب عشان اعملها. بعد البرنامج ابقى اكتبها لك. تتسلق نص سلقه، وبعدين نعمل حاجه عامله زي البشاميل، زبده ودقيق ومعاها شويه بصل مفروم ولبن وشويه شوربه. شوربه على قد بقى الكميه اللي الواحد بيعملها. طب والفراوله فين؟ ما لسه انا جاي لك في السكه. انا ابوس ايدك يا شيف، ما تجيبليش سيره الصويا صوص في البرنامج خالص. لا ما فيهاش صويا صوص. ايوه خلاص نعمل الحاجه عامله زي البشاميل دي او صوص ابيض. تمام. وبعدين نيجي بقى لموضوع الفراوله اللي انت عايز تخش عليه. نجيب بالظبط 3-4 حبات فراوله. نضرب 2 منهم شويه ميه في الخلاط. عريق بيجري بسرعه. وتحط مع البشاميل على النار. وبعدين نجيب الحبتين 3 تانيين نقطعوا سلايزات او اشكال زي ما احنا عايزين. وبعدين نعمل رز ابيض بسمتي عادي. تمام. زي العادي الناس الامهات بتعمله في البيت عادي جدا. حلو قوي. وشويه خضار سوتيه معاهم. كل الموضوع ان احنا نجيب صدور الفراخ بعد ما اتسلقت تترص في السيرفيس. حلو قوي. ويدلق عليهم من فوق شويه الصوص اللي احنا ضربناهم. بقى لونه بقى عامل زي البنك، لونه بنك مش ولا ابيض ولا احمر. حلو قوي. لونه بنك صوص البشاميل ده. بعدين الجرنش من فوق بشويه الفراوله اللي احنا قطعناهم. لا خدتها من الجرنش. لا شيف لا حاسب. الجرنش يتزين بيهم من فوق وعادي، ويتحط يتقلب جنبهم بولة الرز. وشويه الخضار السوتيه يتحط جنبهم. ويا رب تعجبكم بالهنا والشفا. ممكن ينزلوا في مطعم يا شيف؟ يا ريت. هو دلوقتي هو في المنيو في الفور سيزون. طيب ثانيه هي اسمها تشيكن ستروبري. تشيكن ويز ستروبري طبعا. يعني فاهم بالبلدي كده فراخ بالفراوله. بالبلدي البشاميل عليه بحب الفراخ البشاميل وفراوله. طب ممكن بقى شوربه جميله كده جنبها، شوربه فراخ بالمشروم شوربه الفراخ كريمه. يعني ممكن الشوربه اللي انت تقولها دي تمشي مع الفطار ولا ما ينفعش؟ لا هي ممكن تمشي مع الاكل قبل. ايوه اشربها على الريق مع الفراخ. ينفع تتعمل مع الميل ديش اللي هو الفراخ. طب ممكن افتح فتحه الشوربه اولها كده، ولو غلط زعق لي. اتفضل. لا بس بالراحه ولا حاجه. اتفضل. نجيب بقيه صدور الفراخ اللي عملناها نقطعهم كده سلايزات صغيره. لا قطع كاريه مكعبات. اللي هي يعني نشيلها كده بايدينا يعني. مش عندي سكاكين انا بشيل بالايد على طول. ماشي. قال لك كاريه ما ينفعش اعملها كيرلي. طب كمل يا شيف. هي عباره عن صدور فراخ متقطعه مكعبات. تمام. بين قوسين كاريه. ومعاها سلسلات مشروم. دوبك نعمل حاجه اسمها رول اللي هي دقيق بسمنه على النار. وبعدين نحط معاهم بصل، يعني حاجه عامله زي ميه بصل. ميه البصل ويتحط معاها الفراخ. دوبك تتجمع يا دوبك، يعني تنزل ميتها. غلوه. لا مش غلوه، تنزل ميتها بس نفحه على النار. وبعدين نحط معاها المشروم. بيتقلب لغايه لما خلاص نحس ان هو استوى. ننزل معاه بقى الايه الستوك اللي هو شوربه يا اما كريمه.
ولازم الاثنين يتحطوا، يا اما شوربه قصدي او لبن. طب حلو. وبعدين نحط عليهم كريمه وملح وفلفل ابيض. طب يا شيف هو قلب لغايه ما تتقل بس على النار. طب حلو، ده كده وجبه غدا. دي كده وجبه غدا. وجبه حلوه. طب هو يا شيف في فرق بين عجينه الكريب اللي بنعملها والبيتزا؟ طبعا. ازاي بقى؟ البيتزا دي عجينه بخمير، والكريب من غير خميره خالص ولا اي حاجه. ممكن تقول لنا عجينه بيتزا سريعه كده؟ عجينه البيتزا ليها كذا طريقه، بس الطريقه ليا اللي انا بفضل اعملها بيها وما تبهدلش المكان ولا اي حاجه. يا دوبك كيلو الدقيق بياخد عليه حوالي بضايه وكوبايتين ميه دافيه، تمام، ومعلقه خميره. حلو. من فرن. من عند الفرن. فرن. في خميره وبيره وفي خميره البودر، عارفها عند بقى هايبر والكلام. الفرن حلو، الخميره بيره. الفرن حلو، الخميره بيره. ومعهم شويه ملح وشويه سكر وزيت ذره بس. طب تخمروا قد ايه كده؟ تتعجن ازاي بقى؟ ازاي؟ صعب قوي. ازاي؟ نجيب بوله طبق صغير ونحط فيه الخميره ومعاه شويه السكر، تمام، شويه الملح وشويه ميه صغيرين. حلو الكلام. نسيبهم على جنب لغايه لما تلاقيهم بقى ايه، بقللوا وطلعوا بلالين وبتاع. طب ممكن يا شيف اعرف حاجه؟ يعني هو في حاجه بتتعمل زي الكريب كده، بس مش فاكر اسمها ايه، يعني اسمها كلالوني او كانيلوني. ايوه، ده حاجه تانية. ده ايطالي. كانيلوني ده اصلا انا اقول له ده رول، ده كاتالوني بتاع امبارح. ايوه، الماتش بتاع امبارح. خليك كاتالوني في الاخر. الكانيلوني ده اصلا بقى بيتباع دلوقتي على فكره في الماركتات. كله بيبقى بودر يا دوبك بشويه لبن. لا، في غير البودر يا شيف. طب ممكن بيتباع لوحدها وتحط عليها الخلطه بتلف عادي. صح. طب ممكن يا شيف تبقى يعني تبعت لي الوصفه بتاعته في مسج؟ لا، انا هجيبكم عندي ان شاء الله يا جماعه احنا على الجريل. الشيف مخترع عنده في البيت جريل جميل كده بياكلنا عليه. نقول له كل سنه وانت طيب يا شيف عشان عيد ميلاده، وعزمنا على الجريل عنده وما اكلناش، اكلنا حلو وما جبناش جريل. انا كان نفسي اكلني بصراحه اليوم ده كنافه محشيه لحمه مثلا. ستيك على الجريل. رمضان جاب لنا كيكه عاديه خالص. لا كل ده انا عامله في البيت. انا عارف كله انا عامله في البيت. محمد يا جماعه لما رحنا عيد الميلاد قال له ايه ده يا شيف انت كلها كده حلويات وبتاع؟ فين انا كان نفسي في تورته محشيه محشيه كبده على الجريل. كبده على الجريل. طب يعني بصراحه استمتعنا بيك يا شيف في الحبه دول، اتمنى نكون معانا في كل حلقه وهناخد راي الناس بقى. ترى الاكل عجبهم ان شاء الله. عجبهم كل اسبوع مره كده معانا، تدينا حبه سلايزات كده وحبه كريهات على الحلقه بتاعتنا. في ليك بيج او حاجه في شيف على الفيس؟ في بيج فان بيج على الفيس اسمها افري داي فود. انا عاملها على الفيس. ده كل يوم انا بنزل اكل جديد. كل يوم طبخه جديده. كل يوم طبخه جديده. وانت عامله ايه النهارده؟ انا يا دوبك لسه قاليه بيضتين فطرنا بيهم. كنت معانا في فقره الطبخ وبكره هناخد معاكم شهقه الملوخيه. حوار امبارح. طب شكرا يا شيف على وقتك الجميل ده. شاكرين جدا يا شيف. شكرا ليك يا ايهاب. فاصل ونرجع لكم مع موهبه تانية مع الناس اللي انا بقولها من اكبر الفوتوغرافي اللي في مصر ان شاء الله في خلال يعني اقل من 5 سنين ان شاء الله. ان شاء الله فيما بعد. يا روحي يلا هم النوم يا روحي يلا جايبالك مام. كل وكبر يا روحي يلا هم النوم. مرة سألت الأستاذ أرنب ليه ما انتش لابس نضارة؟ قال له طول عمري ظريف ومؤدب واكل من غير ما اعمل غارة. مرة سألت الأستاذ أرنب ليه ما انتش لابس نضارة؟ قال طول عمري ظريف ومؤدب واكل من غير ما اعمل غارة. علشان باكل اقدر العب واجري اسرع من الطيارة. وزمان قالوا الجزر اكله يقوي النظر. وزمان قالوا الجزر اكله يقوي النظر. رحت انا واكل
روحي يلا جايبالك ماما، كل واكبر يا روحي يلا هم النوم، هم النوم يا روحي يلا جايبالك ماما، كل واكبر يا روحي يلا هم النوم. قلت لها جايبه الظرف ده كله منين، هزت راسها وهزت ديلها وقالت بعيونها الحلوين